ازيكم عاملين ايه؟ نقطة ومن اول السطر. عملنا اللي عملناه في رمضان وفي العيد وفي الاجازة اللي فاتت. طيب انت دلوقتي عايز تخس، عايز تزيد، عايز تعيش حياة صحية. لخبطنا، زدنا في الوزن او سبتنا، وفي ناس نزلت. يعني في ناس كانت بتتابع معايا وكانت بتبعت لي يوميا بياكلوا ايه ونزلوا وصلوا للهدف بتاعهم، او بينزلوا في الوزن ولسه مكملين. طيب انت لخبطت، ما تكتئبش، خلاص تعالى نرجع تاني نبتدي من الاول. طبعا كان ينفع نستغل رمضان او الفترات دي في ان احنا نخس، او فترة العيد، او ان انا سافرت وعملت مجهود كبير كان ينفع ان انا استغلها. معرفتش استغلها، خلاص مفيش مشكلة، تعالى نبتدي من الاول تاني، نرجع تاني للنظام بتاعنا. طيب انت لسه مفيش نظام ماشي عليه، ابتدي حط لنفسك نظام غذائي. ارجعوا الفيديو اهمية وجود نظام غذائي. ليه مهم ان انا يكون قدامي نظام غذائي انا ماشي عليه؟ لاسباب كتير قوي فيها تفاصيل اتكلمنا عنها. خلاص. طيب من ضمن الحاجات كمان، ابتدي جهز التلاجة بتاعتك. بلاش تقعد تجيب اكل وكحك وبسكوت وحاجات ومعجنات وبتاع تسيبها في التلاجة وتقول انا مش هاجي جنبها. متعملش كده. هتيجي جنبها هتضعف في وقت مفيش اكل، هتقوم واخد منها كميات وهي مش بتشبع قوي، فهتلاقي ان انت خدت كميات كبيرة فالوزن بيزيد. فما تعملش كده. جهز تلاجتك، هات فاكهة، هات خضار، هات الاكل الصحي الكويس اللي هو الاكل الطبيعي بتاعنا. الاكل الطبيعي بتاعنا الخضار والرز والسلطة ده اكل طبيعي مش اكل دايت. اوكي. الاكل اللي مش طبيعي هو الجانك فود والحاجات اللي بنجيبها من بره. ارجوك يا جماعة حاولوا رجعوا نفسكم تاني للعادات الطبيعية بتاعتنا. انت وانس رجعت الطبيعي بتاعك هتنزل حبة حلوين. خلاص. بعد كده نبتدي نتكلم. اوكي كمية قد ايه، هناخد كام وجبة، ده نبتدي نتكلم. بس انت اول لما هتنظف التلاجة بتاعتك هتبتدي ترجع تاني للنظام بتاعك، هتلاقي جسمك ارتاح، معدتك ارتاحت. ده اللي بسمعه من ناس كتير جدا، انا معدتي ارتاحت، انا النفخة اللي كانت عندي فشيت. فكل الحاجات دي انت كده تمام. طيب نرجع نشرب مية تاني كويس، من 2 ل 3 لتر في اليوم. لازم تعود نفسك على كده، صيف شتاء لازم تعمل كده. داخلين على الصيف ودي هتبقى فرصة كويسة. عود نفسك ان كمية المية تبقى كويسة. المية مش اللي موجودة في القهوة ولا في الشاي، لان الحاجات دي مضرات للبول. هي كويسة وحلوة بتساعد على الحرق وكل حاجة، بس ما تحسبهاش انه دي من المية بتاعتك. عايز تحسب من المية بتاعتك النعناع الاعشاب كل الحاجات دي، اوكي احسبها من ضمن المية بتاعتك. ارجع نام تاني 11 12 تكون نمت. ليه؟ عشان جسمك محتاج يرتاح، عشان يريكفر تعب اليوم كله، عشان ينفع يحرق كويس. حاول تبدل الاكل الصغير والكالوريز بتاعته كبيرة باكل كويس. يعني مثلا اللب والحاجات دي كلها كالوريز عالية جدا جدا، سواء صحي او مش صحي مش ده اللي بنتكلم فيه، لكن هو مش بيشبع، كالوريز عالية قوي، بتضيع الحاجات اللي المفروض تخش لك في كلام فاضي. دخل وجباتك بصورة ذكية، يعني شوف الاكل اللي بيشبعك ودخله. من الحاجات اللي بتشبع قوي البطاطا وهم مسلوقين او مشويين، كل الحاجات دي بتشبع، دخلها في النظام الغذائي بتاعك. البروتين النباتي او البروتين الحيواني الاتنين كويسين جدا، دخلهم في النظام الغذائي بتاعك. الرز مش بيشبعك قوي، كميته صغيرة في الدايت بلان، زي ما بقولك حط بطاطس مكانه، زود السلطة شوية. كل الحاجات دي اختيارات ذكية جدا. طيب انا بره في شوية حاجات ممكن تجيب، ممكن بسكوت دايت كده مع مثلا كوفي او كده لغاية لما تتغدى. خلاص قادر تستحمل وتشرب مية او تشرب حاجات تشبعك، تمام اعمل كده. ابتدي دخل حركة في يومك. خلاص دلوقتي الناس بتجيلي بتقول لي انا الحرق عندي ضعيف، فبقول لهم اقترح عليهم ابتدي اتحرك، ابتدي اعمل اي حاجة. مش بيرضوا يعني، فمفيش سحر. وخلي بالك المشروبات الحارقة للدهون، سواء مثلا لو قلنا القرفة او الحاجات، اولا هي نسبتها 2% في الحرق في مستوى الحرق، فهي مش بتعمل حاجة. تاني حاجة ان هي ساعات بتجوع، خلاص فبتقوم رايح واكل تاني. والادويه اللي مكتوب عليها ان هي حارقه للدهون برضو بتجوع، فبتقوم رايح واكل تاني. انت لو ظبطت اكلك وعليت الحركه شويه باي شكل، بتمارين حتى وانت قاعد، لو عندك اي مشاكل في ظهرك في رجلك مش نافع تعمل رياضه وانت قاعد، لو عرفت تعمل اي حركه من على النت، تطلع شويه 10 دقايق في اليوم،
هتلاقيها فرقت معاك جدا. ابتدي كل شويه زود. خلاص، يبقى فكره ان انا عايزه اعلي الحرق، زود الحركه شويه. انت ماشي مثلا بنظام معين في الرياضه، زود الرياضه شويه، حاجه بسيطه، وابتدي علي في الحرق بتاعك. خلاص. عندي مشاكل هرمونيه او مشاكل في الكوليسترول والحاجات دي، ينفع لو انت في الاول تظبطها بالدايت بلان، بنظام غذائي. طيب مش نافع، يبقى محتاج ان انت تروح لدكتور يساعد معاك، دكتور يعالج الكوليسترول والحاجات دي. هتلاقي الدنيا ظبطت معاك وعارف ان انت تنزل في الوزن او تزيد في الوزن. طبعا انا كلامي موجه للناس اللي عايزه تخس او عايزه تعيش حياه صحيه او عايزه تزيد في الوزن، لان في ناس بتجيلي وزنها قليل وعايزين يزيدوا، فانا كلامي للناس دي. طيب انا عايز ادفع الاشتراك وما التزمش، ما هو ملاش لازمه الصراحه. يعني انا بيجيلي ناس هم ايه، بيريحوا ضميرهم، يدفعوا الفلوس ويعملوا اللي هم عايزينه، مش بنوصل لاي حاجه خلاص، وبنفضل بقى ايه، نهلك في نفسنا. ما نعملش كده. وفي ناس بصراحه بتبقى جايه عايزه حد يساعد معاها، انا دول اللي بقف جنبهم جدا، اللي فعلا بيبقى نفسه وعلى قلبه بيحاول وبيعافر، انا دول معاه. خلاص. مش قادر وفي ناس انا بقترح لها ادويه، يعني حقن، ان هي تسد الشهيه، لانه في ناس فعلا احنا جربنا كتير جدا وعملنا كل الطرق، الحل الوحيد معاها حقن التخسيس، وانا ارشحها. بس طبعا لازم معاها نظام غذائي، ما تمشيش فيها مع نفسك، لازم نكون عاملين تحليل معين نطمن انه هي امنه ليك انت بالذات. خلاص. ففي ناس احنا جربنا مع بعض الطرق الطبيعيه، مش عارفين ننزل لاسباب كتير قوي، كل واحد مختلف، عشان كده بقترح عليهم موضوع الحقن. طيب يبقى اذا انا لخبطت، انا عكيت، انا مشيت شويه غلط وعايز ارجع تاني، ارجع تاني، ما تحبطش وما تكتئبش، وحاول تعود نفسك على عادات صحيه. على فكره يا جماعه الحاجات دي تعود فعلا. انا عودت نفسي ما باكلش حاجه من بره. طب انا ايه اللي بيزودني؟ ممكن لو عليت شويه في الاكل الصحي لاي سبب، مش مركزه، مش واخده بالي، بتبقى ازيد في الوزن كيلو 2 كيلو، قوم راجعهم تاني بسرعه. خلاص، ما تسيبش نفسك اما توصل ل10 كيلو 20 كيلو ونحاول نرجع، بنلاقي صعوبه. ناس كتير عملت كده. فانت حاول ان انت تخلي بالك من اللي انت بتعمله، ادام انت عايز تحافظ على شكلك. لما بنوصل للمثالي ما بنرجعش ناكل تاني جانك فود وكميات كبيره، هتزيد تاني في الوزن، فبنخلي بالك. ماشي. طيب انت عارف تمشي لوحدك، انطلق، ربنا معاك واساندك جدا. مش عارف، روح لحد متخصص يساعد معاك. خلاص. معايا ناس ملتزمه وبنوصل للهدف بتاعنا، وحتى لو ما التزمناش ولخبطنا شويه بنرجع تاني on the track وبنوصل للهدف بتاعنا. قلل الجانك فود وقلل الاكل بره. ما ينفعش تبقى عامل دايت بلان او تبقى ماشي بنظام غذائي وتقوم مدخل كل يوم ويوم وجبه من بره. مش بننزل. والناس تيجي تقول لي هو انا ليه ما بنزلش، ليه حرقي ضعيف؟ نكتشف بقى لما بنتكلم مع بعض ان هو مدخلين كذا وجبه فري في النص، الكالوريز عاليه جدا بتاعه اكل بره. هو عايز يعملها لك اكل طعمه حلو، بيعمل ايه؟ يحط لك زيوت وسمنه وسكريات ويعمل لك كل حاجه عشان ترجع له تاني. فاحنا لازم ايه، نحاول نفكر كويس، نمشي صح. خلاص. لو محتاج حاجه قولي، لو عايز الباكج ابعتلي وانا ابعتلك PDF فيها كل التفاصيل. في باكج لشخص، شخصين، 3 لو انتوا فاميلي او انتوا صحاب عايزين تشجعوا بعض. عندي زيارات في العياده لو عايزين تيجوا، لو عايزين اونلاين، في متابعه اونلاين. ببعتلك النظام الغذائي وبنتابع مع بعض، بنبقى مع بعض خلال الاسبوع. لو عندك اي سؤال جوه الدايت او عايز تسالني في حاجه، انا معاك برد عليك. ويوميا بتبعت لي ريبورت كده، كلنا ايه وعملنا ايه خلال اليوم ده لمصلحتك انت. صدق فارق مع ناس كتير قوي ان هم بيكتبوا يوميا هم مدخلين ايه. عندي ناس بقالنا 6 شهور وسنه، داخلين على سنه، لانه الوزن عالي وبننزل. يوميا بيبعتوا لي صوره فطروا ايه واتغدوا ايه وتعشوا ايه. ولينا يوم في الاسبوع بنتابع فيه، بنتكلم في التليفون، نشوف الاخبار. ده لو اونلاين، حتى لو من بره مصر بنشوف الاخبار وبنشوف هنعدل ايه في الدايت او نكمل عليه. لو مش محتاجين المكالمه بنكمل. الدنيا مرنه جدا، وانا جنبك ومعاك وبسبورت الشخص اللي فعلا عايز يخس، سواء بيقابل صعوبه او عنده مشكله او اي حاجه، انا معاك.
المشكلة الوحيدة بتبقى في الناس اللي هي فاكرة انها هتدفع الفلوس وهتخس. الفلوس مش بتخسس خلاص. الالتزام والفهم والمثابرة كل الحاجات دي بتوصل للهدف بتاعك. ميرسي ليكوا خالص.